السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم فيديو جديد، تقريبا اول مرة اعمله لكم على القناة، وهو العدس الاصفر العادي بطريقة سهلة وبسيطة، بمناسبة بقى ان الجو يعني ساقعة ومطرة وحاجات قمر كده، يعني الجو الشتوي الحلو. قبل ما نبدأ انزلوا صلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تحطوا لايك، ويلا بينا نبدأ ونشوف اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجه هنجيب كميه العدس بتاعتنا، هنحطها في طبق بلاستيك كده ونغسله لحد ما تبقى الميه شفافه، يعني زي ما انتوا شايفين كده شفافه للدرجه دي. عايزه اقول لكم ان انا غسلته 19 مره، والله العظيم مش هتصدقوا بجد، بس انا غسلته كتير جدا. ودي حاجه ساقعه كنت بشربها وانا بعمل، يعني قلت ارفه عن نفسي شويه. اول حاجه هنجيب 3 طماطميات وجزرتين وبصلايه. البصلايه دي هناخد نصها الحقيقه يعني، ونقطعهم قطع كبيره زي ما انتوا شايفين. شفتوا الحركه اللي عدت دي؟ بعد كده هنجيب حله هنسخن، هنملاها نصها يعني، وهنستنى اول ما الميه تسخن قوي هنروح نازلين عليها بكل المكونات. وانا في الاخر حطيت لها فلفل احمر كده فوق الوش. بعد اول ما نلاقي بقى ان الميه بدات تغلي وكده هنروح مسقطين العدس. انا بصراحه نسيت اصور معاكم العدس، او مش نسيت، بس انا معرفتش اصور لان خفت التليفون يقع مني وكده. حطيت العدس بعد ما البصل يعني بعد ما البصل والجزر بقوا طريين قوي بس، وهنسيبهم بقى على النار لحد ما يغلوا والعدس يستوي. وهم على النار هنعمل طماطم مخللة. ازاي؟ هنجيب اول حاجة قرن فلفل صغير كده او نص قرن كمان، هنحط عليه معلقة كبيرة من التوم المهروس، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة ملح، وعليهم عصرة ربع ليمونة كده، يعني نص الليمونة دي مش هنخلصها كلها. تمام. هنعصر الليمونة ونقلب لحد ما نلاقيهم بقوا جوسي كده في نفسهم. بس هنقلبهم كويس قوي بقى عشان كل حاجة تبقى شربت من بعض. بعد كده هنجيب الطماطمايه هتقطعها بالشكل اللي يعجبكم. انا هنا اول واحدة عملتها 4 ارباع. تمام. وهنحشي يعني كل ربع كده، هي مش مستحبة قوي ال4 ارباع، يستحسن خليكوا في الطريقة اللي بعدها، التقطيع اللي بعدها دي. بصوا نقطعها ترانشات ونحط الحشوة بين كل شريحة والتانية. دي جميلة جدا، دي ما بتوقعش الحشوة، والطماطمية ماسكة نفسها كده، حسهم بنت ناس في نفسها. بس وهنخلص بقى الكمية كلها بتاعت الطماطم اللي عندنا، وهنركنها في التلاجة على ما العدس يخلص. يعني العدس طبعا كان دخل في السوا وقرب يستوي وطفينا عليه. تمام. قلت بقى على ما العدس يبرد كده عشان ما ينفعش احطه في الخلاط وهو سخن، هنعمل قهوة. بصوا القهوة والروقان حاجة قمر. هنا كان خلاص العدس برد وحطيناه في الخلاط وضربناه. ما صورتلكوش وانا بحطه في الخلاط لان انتوا عارفين يعني ده شكله من بره. بس بعد كده ضربنا الكمية كلها معانا، هنروح قاطعين حتة زبدة يعني محترمة زي اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وهنحطها كلها في الحلة، وعليها حبة زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، وكمان الزيت بيدي لمعة للعدس كده، بيخليه ابن ناس في نفسه. بس بعد كده اول ما الزبدة تبدأ تسيح او تفك يعني، هنروح مسقطين عليها العدس. طبعا هننزل بالكمية كلها وهنقلب بقى وندي بهاراتنا بقى. اهو هننزل بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة، بصوا، معلقة فلفل كمون كزبرة، خلي حياتك منورة. لا بهزر بجد، بس هي دي بهارات بجد. معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة ملح، ونص المعلقة الكبيرة اللي انتوا شفتوها دي اسمه ايه، توم مفروم. اه بس وهنقلب. وهنا كنا دقنا الحدق ما كان محتاج شوية ملح صغيرين فحطيناها، وهنقلب حلو جدا عشان الملح يدوب في يبقى كله دايب يعني في بعضه. بس وهنا بقى كان بدأ ان هو يغلي، احنا طبعا رجعناه على النار تاني بعد ما ضربناه في الخلاط. بدأ يغلي، هنروح غرفينه بقى، نطفي النار عليه ونغرفه بس، ونظبط بقى الطباق ونمسح كده الطروف بتاعتها عشان نقدمه بشكل تحفة، لان العين بتاكل قبل البق. تمام. ويلا بينا على الترابيزه. بس دي الطماطم قدمناها وحطينا حواليها خيار كده وليمونه وبس. ده العدس بجد يا جماعة، والله العظيم طعمه تحفة. وفعلا يعني هو الراعي الرسمي بتاع الشتاء، يعني لما تلاقي الدنيا تمطر شوية كده كل الأمهات بيروحوا عاملين العدس.
هي دي اول مره ماما تعمل لنا العدس السنه دي، يعني هي ماما ما بتعملهوش الا مره كل سنه تقريبا، يعني مش من هواة العدس قوي، لازم نزن عليها. هو انا بصراحه مش بحبه قوي برضو، بس هي ايه يعني لازم حد يطلبه منها كتير قوي علشان بعد كده تعمله. هو واكله تانية اسمها البصاره، يعني هي بتذلنا بيهم، بس الحمد لله انا ما بحبهمش اصلا. تمام. بس وده كانت نهاية الفيديو. لو وصلتوا للجزء ده ما تنسوش تدعموني بلايك حلو كده زيكم، وكومنت جميل، وتشتركوا لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وباي.